المشهد العبثي اللي موجود واللي بيدل ان مفيش حاجة اسمها قانون دولي بالنسبة لأمريكا بأي شكل من الأشكال، ان هي لا تحترم هذا القانون، يخلينا نقول ان الامر اللي حصل مع رئيس فنزويلا هو امر عجيب شوية. ليه؟ لان المشهد ده يخلينا نفكر فكرتين. اولا، هو امريكا قدرت توصل لرئيس فنزويلا ومراته في اوضه نومه ازاي بالسهوله دي؟ هل فعلا يعني هناك خيانه موجوده في الصفوف؟ قطعا الامر لا يخلو من هذا الامر. يعني ما ينفعش ان احنا نتخيل ان امريكا توصل لرئيس فنزويلا في اوضه نومه من غير ما يكون في حد عميل. مش حد، يعني الكثير من العملاء